يشهد الشارع المصري موجة من العنف والتطرف على يد جماعة الإخوان الإرهابية، والتي باتت تخطط للحرق والقتل وإدخال مصر في غياب الفوضى في خلال مخططات صهيو أمريكية للوقيعة بمصر، حتى أصبح الشعب المصري ورجال الشرطة والجيش يدفعون ضريبة إرهابهم يوما بعد الآخر، في حين إن أجهزة الأمن لا تزال تواجه عنفهم وتجمعاتهم بقنابل الغاز حتى تفرقهم، وهو ما بات يصرخ منه المواطن المصري مطالبا باستخدام القوة ضدهم واستعمال قوة القانون للخلاص من الإرهاب الذي أصبح يدينه الجميع داخل مصر وخارجها، خاصة بعد أن أدركتهم عدة دول كجماعة إرهابية، كما أصبح المواطن المصري ينبذ تظاهراتهم ويلعنهم في الشارع، خاصة بعد عملياتهم الإجرامية والتي كان آخرها استهداف جنود أبرياء من الشرطة العسكرية من سيناء والمحافظات الحدودية إلى العاصمة القاهرة. هم جماعة الإرهاب أصلا يعني كان من أيام سيد قطب كانوا يعني اتجاههم اتجاه إرهابي، والمفروض نتعامل معهم بشدة مع المخطئ منهم، واللي هم الجماعه اللي هم معتدله فيهم او الناس المعتدله فيهم يكون فيهم مصالحه، لان احنا هم بيمثلوا الطبع من الشعب المصري، فيهم ناس متشدده جامد وبتحارب المصريين وبتاثر على السياحه وعلى اقتصاد الدوله، ولكن المفروض اننا النهارده فيهم تيار معتدل زي ما اي تيار سياسي يبقى في حمائم وفي ثقور. والله يا فندم الجماعه دي جماعه ارهابيه، وحضرتك المفروض يعني على قد ما نقدر نقف بجوار الشرطه وجوار الجيش، لازم نساندهم في اي مشاكل من المشاكل اللي هم فيها، لان احنا من غير الشرطه ومن غير الجيش البلد اصلا مش تقدر تقف على حيلها يعني. والله دول جماعه ارهابيه، يعني ايه العسكري؟ انا كنت عسكري في الجيش، ذنبه ايه العسكري ان هو واقف خدمته ويتضرب؟ طب انت ضربت العسكري ده ذنبه ايه؟ عمل لك ايه؟ ما ده واقف عني وعنك وعن ده، ليه انت ما تخلوا في دول؟ بالنسبه للارهاب المفروض يكون فيه نوع من الحزم من وزاره الداخليه. ما بين مؤيد وما بين متعاطف وما بين ناس يعني في النص. عنف الإخوان اللي هو الحقيقة بيشهده الشارع المصري منذ 30 من يونيو وحتى الآن، هو هيخلص عشان نبقى متفقين. مسألة إن الإخوان إن كانوا مفكرين المنتمين للإخوان إن هم يقدروا يهدوا بلد بحجم وتاريخ وقيمة مصر، يبقى الحقيقة هم فاهمين غلط ومحتاجين اي حد يفهمهم. ان كان التنظيم الدولي لهذه الجماعه الارهابيه عنده امل ان محمد مرسي يرجع او ان هذه الجماعه تدخل ضمن العمليه السياسيه مره اخرى، يبقى الحقيقه برضو بيحلموا.